أهلا وسهلا بيكم. لو انتوا أول مرة تشوفوني، أنا فاطمة من مطبخ شطة وكمون. كل سنة وانتوا طيبين يا حبيب قلبي. طبعا مش محتاجة كلام كتير، صينية الفتة قدامكم بتتكلم عن نفسها. عيد كبير يعني فتة لكل بيت مصري، فطار بقى غدا أي وقت، المهم إن احنا كلنا بناكلها في العيد الكبير. يلا ندخل بقى على التفاصيل بتاعتنا ونشوف التكات والحركات بتاعت الفتة عشان تطلع من إيديكي زي الفل. هنا حلة على النار، مكعبين زبدة كبيرة، مكعبين زبدة كبار. ننزل عليهم باللحمة بتاعتنا. انا هديها تشويحة دلوقتي عشان ممكن انت تعمليها بعد ما تسويها عادي، ما فيش مشكلة، بس انا قلت ايه، اشوحها الاول في الزبدة وبعد كده انزل عليها بالشوربة عشان تطعم بس الشوربة وتخلي طعمها حلو كده. هنا هنديها بقى ايه، تشويحة صغيرة على النار كده لحد ما تدي اللون الحلو اللي قدامنا ده، وننزل عليها ببصل مقطعة مكعبات ونقلبها مع بعض عشان ريحة البصل تطلع بس كده واللحمة تاخد منه. هنا ننزل عليها بمعلقتين طماطم مفرومة، الطماطم اللي انا كنت فرمها للصلصه. هننزل عليها للحمه، هنقلبهم تقليبه مع بعض كده. وبعد كده ايه، هنضيف توابل الشوربه بتاعتك بقى، التوابل اللي انت عايزاها، ورق لورا، قرفه، حبهان، كل التوابل اللي انت بتحبيها، فصين مستكه هيخلوا طعمها تحفه. وبعد كده ننزل ايه، هنقلبها شويه ونرجع ننزل بالميه اللي بتغلي بقى. هنا ميه بتغلي، ميه سخنه، المهم ما تكونش ميه بارده عشان اللحمه ما تاخدش معانا سوا كتير. وهنا بقى خلاص ركنا اللحمه على عين تانية وحله تانية معانا، ونزلنا برضو بمكعبين زبده. هنعمل فيهم بقى الصلصه بتاع الفته. هنا معلقه توم كبيره، مش هنحمرها قوي، مش عايزاها تاخد لون، احنا بس يا دوب الريحه تطلع. ننزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه ونقلبها تقليبه كده. وبعد كده ننزل ايه بمعلقه فلفل احمر او بابريكا، تدي لون معانا حلو للصلصه برضو. نقلبها شويه وبعد كده ننزل بالطماطم بتاعتنا المفرومه. انا طبعا بقيت الطماطم عشان الطماطم بهدلت مني الدنيا وانا بحط بيها والثوم سخن، فظبطت الدنيا ورجعت لكم تاني. وهنا بقى طبعا انا نسيت احط معلقه الخل دي في الاول، انت بعد الثوم ما يتحمر على طول تنزلي بمعلقه الخل. انا نسيت احطها في الاول بس عادي ما فيش مشكله، كملي وصفتك عادي زي ما انت، اي خطوه تنسيها كملي بيها عادي. وهنا حله تانية على النار وفيها مكعب زبده على شويه زيت، وهنعمل شويه رز ابيض، يفتح يعني رز ابيض وعيش وصلصه. هنحمر الرز بس شويه كده، وبعد كده بقى نحط عليه ورق لورا وفصين مستكه لو عندك، ما عندكيش عادي مش مشكله، يعني هي اصلا صلصه الفته بتخلي كل حاجه طعمها حلو في الفته. نديهم بس تشويحه محترمه كده ونرجعهم على عين مره بقى عشان احنا مش محتاجينهم دلوقتي. وادي الصلصه بتاعتنا خلاص اتسبكت، وننزل بقى بكل التوابل بتاعتنا. مكعب مرق الدجاج، مش محتاجه توابل كتير، دي معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره من كل حاجه معلقه 7 بهارات. وطبعا هنحط رشه سكر عشان بس تعادل الحموضه، ورشه ملح صغيره عشان احنا حاطين مكعب مرق الدجاج في الاول، بس كده. وهنزودها بقى ايه شويه شوربه، يعني كده نديها تقليبه مع بعض، غلوه كده مع بعض بالتوابل عشان كل حاجه تاخد من طعمه، من طعم بعضها. هنا نزودها بقى شويه شوربه عشان كانت اتسبكت جامد، فهنطريها شويه. وهنا خلاص احنا ركناها على عين ورا، خلاص خلصت صلصتنا، ونرجع للرز بتاعنا هنسويه بقى، نضيف له الشوربه بتاعته ونسويه. بس احنا مش هنغطي الرز بالشوربه قوي، ولو احتاج نبقى نسويه تاني عشان يفضل مفلفل كده وحلو. هنا خلاص بقى الرز بتاعنا تقريبا استوى وركناه على جنب. وهنا بقى العيش بتاعنا البلدي، ونزلنا عليه بمعلقه زبده، وهنحمصه على البوتاجاز عادي او في الفرن عادي اي حاجه. وهنا طاسه تانية نكمل بقى الطشه الحلوه بتاعتنا، معلقه زبده كبيره، وننزل عليها بمعلقه ثوم مفروم، يدوب ريحه الثوم تطلع. وهننزل بقى بمعلقه كزبره ناشفه انا حطيتها والكاميرا ما صورتهاش، ودول معلقتين خل. دول بقى هيودوا العيش والرز في حته تانية.
انزل عليهم بقى بالشوربة اللي نسقي بيها العيش. يخلوا بس اللي هياكل من ايديك حتى بس الرز بالعيش تحتيه بس كفاية. وهنا خلاص بقى أكلتنا خلصت، العيش حمصناه وخلاص على كده. هنحطه في الصينية بتاعتنا. وننزل عليه بقى بشوية صلصة محترمين كده، نقول العيش نقلة تانية. ونقلبهم مع بعض، والعيش لسه سخن على فكرة عشان يبقى طري، عشان يضطر معانا يعني بسرعة. وهنا الشوربة بتاعتنا بقى طبعا بطشة الخل والثوم، وهنسقي العيش بيها. وهنا خلاص بقى الرز بتاعنا خلص، هننزله على العيش ونغطيه. سخونة الرز مع الشوربة مع الصلصة هتطري العيش معاكي وتخليه جميل، واللي ياكل منه ما يقولش ده نشف ولا أي حاجة. شايفين الرز شكله عامل ازاي يا جماعة؟ وننزل بقى عليه بشوية صلصة محترمين كده. وخلاص اللحمة بتاعتنا نزلت، خلصت. هننزل عليها كمان بشوية صلصة عشان الكل ياخد من طعم الصلصة بتاعت الفتة. كده خلصنا دي الصلصة بتاعتنا، مش محتاجة أي حاجة جنبها. شوية صلصة كمان عشان لو حد حب يزود، وشوية مخلل. وبألف هنا على قلبكم. شايفين يا جماعة خلاص كده احنا خلصنا أكلتنا. وده كان فطارنا امبارح. وادي بتاع الفتة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام تاني كتير. ويلا لو الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للقناة. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.